الاول موضوع حب التملك ده لازم الاول نتاكد منه. يعني انت ممكن تيجي تقولي لي انا عايزه اتخلص من حب شخص لتملكي، بس هو ما يكونش عايز يتملكك، هو ممكن يكون عايز حقوقه. ممكن يكون عايز البنت اللي معاه تلبس مثلا لبس ما يخليهوش منظره قدام باقي الرجاله وحش. ممكن يكون متطلباته مثلا في زوجته انها تبقى قاعده في البيت. ممكن ما يكونش ده تملك. امتى يكون تملك؟ تملك لما تبقى النية مش ظريفة. يعني ايه؟ يعني واحد النهاردة عارف انه مش هيقدر يصرف عليكي مصاريف كويسة، ورغم كده مش عايزك تشتغلي، ده تملك. لكن هو عارف انه مثلا مش هيقدر يكون في البداية الشخص اللي يصرف عليكي اللي انت عايزاه او يجيب لك اللي انت عايزاه، ولكن يقول لك ايه، خلاص اشتغلي، ما انا هعمل ايه. ده كده مش حب تملك، هو كان نفسه يقعدك برنسيسة في البيت بس الظروف لا تسمح. كمان حب التملك ده بقى بيتجلى جدا في عيني فيه واقول اخفيه. يعني ايه؟ يعني انا الشخص اللي قدامي او البنت اللي معايا او الشاب اللي معايا مش عاجبني قوي، ولا بسيبهم يرحلوا يروحوا لحالهم، ولا انا برضى بوضعهم. فبفضل طول الوقت انتقد في الشخص اللي قدامي، افضل طول الوقت بديله احساس ان احنا هنكمل، وبعد شويه اديله احساس ان احنا مش هنكمل. افضل سايباه على الرف لحد ما الاقي حاجه افضل، اقعد اقطم فيه واتعب فيه علشان خاطر يحس انه محتاج يبذل اكتر ويعمل اكتر علشانه. ابقى عارف كويس قوي ان انا عمري ما هديله اللي هو عايزه، وعارف كويس قوي انه ناقصه حاجات كتير معايا، بس في نفس الوقت مش راضي ان انا اعتقه لوجه الله. ده حب التملك. طب انا شفت بقى ان الشخص اللي قدامي ده عنده حب تملك، اعمل ايه بقى؟ اقرر انا حابب اني انا اكون في الوضع ده ولا لا. هل انا استاهل ده ولا لا؟ ما هو ده لما اعرف ده تملك ولا مش تملك هيبقى الخطوه اللي بعدها ان انا عايزه اسيبه. لكن طول ما انا شايفاه حب تملك وهو يحتمل معنيين، ممكن ما يكونش حب تملك، يبقى ساعتها ممكن يكون دي احتياجات الشخص في العلاقه. ما كل بني ادم فينا عنده طلبات، عنده رؤيه لحياته الزوجيه او حياته العاطفيه. فممكن انت ما تكونيش الشخص ده، بس هو عنده عدم رؤيه ان هو عايز يصلحك، رغم ان ده مش صحي ورغم ان ده مش صح، وهيجي على دماغك وعلى دماغه في النهايه. فقرري بعد ما تحللي وتشوفي هو ده حب تملك ولا لا، هتلاقي الإجابة على طول طلعت لوحدها.